في بعض الأندية عندها إشكالية بملكية الأرض، وعندها إشكالية ببعض القطاعات ما أنا ما الاستثمارية ضمن الأندية. هذا ما الكلام وجود وزير الرياضة والشباب ضمن الوزارة ضمن الحكومة على اجتماع على ضمن طاولة النقاش مع وزراء الحكومة قديش مهم لحل كل هالأمور. من هذا اللي عم اليوم وزارة الرياضة والشباب ما هي والله بس معنية بحالة، مو هي مثلا وزارة منفصلة عن الباقي، بالعكس إلى اليوم هي تواصل مع عدة وزارات. يعني لما قلت لك أنا مثلا وزارة الإدارة المحلية أو حتى وزارة الإسكان، بده يصير في نقاشات انه وين في ممكن نحن اليوم نعطي اراضي للانديه، وكيف ممكن هي الانديه تقدر تنشئ هي المنشاه بصفات خلينا نقول بمواصفات دوليه. يعني ما بدنا والله بس سوينا والله اعطينا شقفه قطعه ارض واعطينا الملكيه للنادي. طبعا الملكيه اليوم حتكون للنادي وليس لرئيس النادي. رئيس النادي هو الصفه الاعتباريه اللي تمثل النادي. تمام. هي بقى شو لها تبعات قانونيه اداريه. كيف اليوم نحن ممكن اليوم نطور حالنا بهذا الاتجاه، بحيث انه اليوم انت بتعرف اليوم مثلا على مستوى كرة القدم نحن انديتنا السورية ما بتقدر تشارك بالليفل العالي تبع بطولات الدوري الآسيوي لكرة القدم، لأنه لا تملك منشآت في حقيقية مقومات طبعا، كملاعب وكمرافق شروط. وكتجهيزات. تمام. اليوم حتى اليوم بجوز الوزارة اليوم بدها تكون عندها خطط، مثلا ممكن يكون عندها خطط طموحة انه نستضيف خلينا نقول الالعاب الاسيويه بسنه من تمام. السنين، بعد 20 سنه، بعد 30 سنه. طب هذا الموضوع يحتاج الى برمجه من هلا، انه مثلا تحسن شبكه او البيئه التحتيه، شبكه المواصلات، الفنادق، الملاعب، حجم هذا كلته بده يكون طبعا بده يكون في عن هذا الفكر الطموح للمستقبل. لانه اليوم كسوريا عندها تجارب سابقه انه ممكن تستضيف، ولكن اليوم صرنا بعاد عن الاستضافه لانه نحن البيئه التحتيه تبعنا غير جيده. فهذا كمان اليوم بدك تكون في انت بتعرف دائما اللجنه الاولمبيه الدوليه او حتى الاتحادات الرياضيه بتحط شروط معينه تسمح لك تستضيف بطولات على مستوى عالمي او على تمام. مستوى اقليمي او مستوى قاري. فهذا كله كمان مرتبط اليوم انه انت اليوم بجوز محتاج عدد معين من الفنادق، فانت اليوم مش محتاج تتواصل مع وزاره السياحه. محتاج شبكه طرقات معينه لتسهيل مثلا وصول الفرق للملاعب. كمان انت اليوم محتاج للتواصل مع وزاره النقل ووزاره المواصلات. محتاج فهي يعني هلا العالم حسب بكلمه الرياضه انه بس والله مشان نظبط مباريات او يصير في عندنا انديه. لا لا لا، هي بالعكس، هي وزاره كثير ممكن تخلق لك نقله او تعمل تنميه بالمجتمع بصوره يعني ما حدا بيتخيلها الا طبعا اللي عايشين هذا الجو وبيعرفوا هذا الجو. فهي فعليا اليوم كوزاره انا بقول الله يعينه يعني الاستاذ محمد القامود بهذا امم. الموضوع، وكل مين حيكون معه بهالوزاره، نعم. لانه هي اول وزاره وهو عم يرسم الخطوه، عم يرسم الطريق لمستقبل. عرفت كيف؟ يعني ما أنا وزارة بالأساس متواجدة وعندها قانونها فيجوز أنت بس تمام. تعدل عليه شوي تظبط. أنت لا، أنت عم تنشئ من الأساس منظومة جديدة متكاملة. فإذا إن شاء الله بينجح فيها خلينا نقول والكادر اللي حيكون معه بينجحوا فيها، لأنه أنت عم ترسم لمستقبل ل 20 و30 و40 سنة لقدام. وهي حتكون بجوز يعني طريقة تنمي فيها أو تحسن فيها المستوى الرياضي تبعنا. ونرجع يعني هلا زمان كان في احنا مع مع كثير دول عربيه او حتى دول اقليميه كنا قراب من بعضنا بالرياضه. نعم. للاسف هلا صار في هو كثير كبيره، في فجوه كثير كبيره، لانه نحن ما واكبنا الموضوع التطور بالرياضه خلينا نقول بالبيئه اللي هي محيطه بالرياضه. برجع بقول لك مثل نعم. المواصلات، مثل الفنادق، بكل شيء. فاليوم المهمه ما أنا سهله ومحتاجه الى هيك خلينا نقول يعني يعني بدها فتره تأني من قبل الوزاره لترسم الخطه مضبوط، سواء للانديه، سواء للجنه الاولمبيه، سواء للشباب. اليوم محتاجين اليوم مرافق كثير بالبلد كلياتها على مستوى سوريا، انا عم بحكي كلياتها، تكون نعم. في مراكز شباب للرياضه غير الانديه. استقطاب هالقطاع او استقطاب هالنشاط هذا لنقدر نكتشف جزء، نشوف نكتشف عالم للمستقبل.